السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وش راكم حباباتي؟ نتمنى ان شاء الله نلقاكم في احسن الاحوال بعد غياب دام عدة شهور، لكن ما قدرتش نستغنى على حباباتي ورجعت لكم بإذن الله. تكون عودة ميمونة بإذن الله، ونرجع للوصفات تاعنا كالمعتاد، السهلة البسيطة المتنوعة، منها ما هو تقليدي ومنها ما هو عصري. كذلك ما نساوش الأعضاء الجدد اللي راهم معانا، نقول لكم مرحبا بكم في قناتي اللي هي طبخ وحلويات عصري وتقليدي مع أم سراج وساجد. نقول لكم مرحبا بكم ونتمنى تنال إعجابكم وصفاتي المتواضعة بإذن الله. اليوم إن شاء الله جيتكم بوصفة تاع خبزة محشية درتها على شكل كوكا. نبداو مع بعض في هذه المقادير البسيطة. عندي كاس تاع حليب ما عمرتوش قيس 180، انا ما ندير كاس كامل، حبيت النقص باه ما تجينيش لاباط بزاف، درت 180 مليلتر حليب. ودرت كذلك المغرف اللي قيست بها، مغرف متوسطه مش كبيره بزاف، تاع الاكل تاع اكل هي متوسطه مش كبيره. درت ملعقه خميره ودرت ملعقه سكر، نخلطهم مع بعض ونزيد نضيف لهم كذلك بيضه كامله وملعقة صغيرة تاع ملح، ودرت ربع كاس تاع زيت اللي هو 4 ملاعق أو 5 زيت. نخلط كامل المكونات مع بعض حتى يصبح الخليط متجانس بهذا الشكل، ونزيد نضيف الفارينة تاعي. قيس كأسين، أنا الفارينة نلوح قيس ونشوف بعيني. لازم تكون عجينة متماسكة وتكون طرية بهذا الشكل. كذلك شوفوا راهي جات شوية تلاصق في يدي البنات باه تجيكم هشة. ندير كمية تاع زيت ونحطها تخمر نصف ساعة أو أكثر. قد ما تركح البنات راهي تجي مليحة، وندير لها بابي فيلم ونزيد نغطيها. ومن جهة نقلي الدجاج تاعي ونزيد كذلك الفريت، ونحضر صوص طوماط لحت فيها كمية تاع زيت وفلفل اسود وكمون. من بعد تقطعت كمية تاع معدنوس وشوية ملح. نستمر في الخلط وزدت ضفت ليها كذلك سنينات تاع توم، ونخليو الخليط تاعنا حتى ينشف. نزيد نضيف قطع زيتون اخضر، نخلط كل المكونات حتى يتقلاو مليح، ونزيد كذلك قطع الدجاج بعد ما قليته وتبلته حتى هو، درت له توابل شاورما وملح وكمون، توابل كلها. ومن بعد قليته ودوكا درته قطع وحطيته مع لاصوص، ونخليهم يتقلاو مليح باه يطلق هذيك البنه. ونرجعوا للعجينه تاعنا بعد ما خمرت. كسرت لها طلوع ودرتها 2 كويرات، طرحت كويره حطيتها في البلاطو، من بعد ثقبتها بالفرشيطه كما راكم تشوفوا، وبديت نحط في الخليط ونغطي به كامل السطح. نزيد نحط كذلك الفريت من فوق. نتوما البنات الحشوة اختيارية، واش حبيتو ديرو في بلاصة الدجاج قدر تزيدو ديرو نتوما مثلا فيونداشي ولا ديرو طون على حسب الاذواق، ولا واش عندك متوفر في البيت. نزيد ندير قطع الجبن ونزيد فرماج رابي ونغطيها بالكوير بعد ما طرحتها، ونقفلها مليح على الحواف باه ما تتفتحش. ودرتها غير بيدي، شكلتها مربعات ودرت لها من فوق البيض ودرت لها شويه سانوج وزينتها بالزيتون. كي طابت هنايا دهنتها بشويه تاع زيت باه تمدلها هذه اللمعه وتجي طريه من فوق ما تجيش ناشفه.
شوفوا كيفاه راها. الله يبارك جات هشة. شوفوا كيفاه طابت وجات هشيشة ما شاء الله، طابت كي من تحت كي من فوق. دوك نقصها امامكم. شوفوا راهي طرية ما شاء الله، تقيسيها وحدها تتقص. هذا لاباط البنات نشتي نخدم بها، تجيني بزاف هشيشة، ديما نعتمدها في لي صالي تاوعي وما نقدرش نستغنى عليها. دركا دوك نكملها معاكم ونقصها ونحطها باذن الله في طبق التقديم، ونتلاقاو باذن الله مره جايه بوصفه جديده. باذن الله يعجبكم وصفاتي البنات. ما عليكم غير دعموني بجام وكومنتير باهي كيما نتوما. هاي هنايا بعد ما قصيتها شوفوا من داخل يذوب هذاك الفرماج لداخل، تجي ما شاء الله روعه. المهم حباباتي نقولكم مع السلامه وشكرا جزيلا على المتابعه.